بص لايديهم يا عزيزة، مش ملاحظة فيها حاجة غريبة؟ طبعا ملاحظة ان صوابعهم كلها على اسود ما عدا أنيسة. هي الوحيدة اللي صوابعها نظيفة. بالظبط. أنا أصلي حطيت الطعم في المصيدة، قام الفار وقع فيها. بقى الشمعة اللي حطيتها تحت الترابيزة نفعتني في حاجتين اتنين. أولا استعملتها في إني أسود الطبق الفخار بيه، وفي الوقت نفسه عشان تنور الأوضة بنور بسيط يقوم محدش ياخد باله من السواد اللي على ظهر الطبق. علشان كده حطيتها تحت الترابيزة. كنت واثق ان الحرامي مش ممكن هيحط ايده ابدا على الطبق، لانه هيخاف ان الديك يدن وينكشف امره، وهو ده بالظبط اللي عملته أنيسة. ابدا ابدا، انا مش حراميه، انا مش حراميه، مسألة سعاده. صدقوني والنبي انا مش كداب. انا هديكي فرصه اخيره يا انيسه، هديلك مهله دقيقتين اتنين بس. ما كنتيش هتقولي لنا فين خبيت ال10 جنيه انا هسلمك للبوليس. ابدا ابدا، انا ما سلقتهاش يا بنت انت انا انصحك انك تعترفي، مفيش فايده من الانكار. والنبي صدقوني، الله يخليكم صدقوني. يا بنتي قولي وبلاش فضايح، بلاش فضايح يا انيسه. يعني كويس لما يودوك الاسم ويبهدلوك هناك. وانت زعلانه فيك يا بنت انت ان انا اللي خدتها؟ ما تكونيش انت اللي سلقتيها. انا؟ انت. فتشوا اوضتها. انا عارفه انكم هتلاقوها معاها. هي مش احسن مننا. انتوا يعني فاكرينها انها طيبه؟ دي ميه من تحت خلاص خلاص الدقيقتين فاتوا. تعالي انت اهو، انت هتقولي لنا خبيتيهم فين ولا لا؟ لا العظيم والله العظيم يا سيدي ما خدتهم ولا حتى اعرف عنهم حاجه. استغفر الله العظيم من كل ذنب يا اخواتي. انت يا عزيزه اطلب لنا الاسم في التليفون. حاضر يا سليمان. هي نمرته كام يا اخويا؟ هتلاقيها عندك في دفتر التليفون، انا كاتبها عندك في الصفحه الاولانيه. فين يا اخويا فين؟ هي فين مش لاقياها يا سليمان؟ عندك في الصفحه الاولانيه في الدفتر. يا اخويا ادي الدفتر اهو، وادي الصفحه الاولانيه اللي ما فيهاش حاجه. ازاي بقى ما انا كاتبها عندك؟ فين يا اخويا؟ هي فين؟ الصفحات كلها اهي. الله، ايه ده؟ ايه يا عزيزه في ايه؟ ده فيه ظرف هنا في الدفتر اهو. ظرف؟ الله، ده فيه 10 جنيه. 10 جنيه؟ لقيتيها فين؟ في دفتر التليفون. دفتر التليفون؟ ايه اللي حطها في دفتر التليفون؟ يا خبر، افتكرت ده انا اللي حطيتها هنا يا ماما. انت يا بنتي. انت يا سلام. ايوه، اصل انا كنت بدور على نمرة التليفون وكنت عاوزه اعلم الصفحه عشان ما تضيعش مني، فدورت على اي حاجه عشان احطها في الصفحه. فلقيت قدامي الظرف ده، ما خدتش بالي كان فيه ايه ورحت حطاه في الصفحه ونسيته خالص. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ظلمنا البنت يا اخوانا.